خطوات المحافظة على الصحة النفسية. ازاي احافظ على صحتي النفسية؟ اول حاجة اتواصل مع الناس، يعني اكون متفاعل اجتماعيا يعني. تاني حاجة تخصيص وقت للمتعة والسعادة. يعني ايه؟ يعني اشوف الحاجة اللي بتبسطني واعملها، اتفرج على فيلم معين، انزل مع ناس بحبهم طاقتهم ايجابية، اكل حاجة بحبها، يعني اعمل اي حاجة تسعدني. بعد كده بناء الثقة، أعرف نقاط القوة عندي وأعرف نقاط الضعف عندي. نقاط القوة عندي أطورها، ونقاط الضعف عندي أعدلها. بعد كده أشارك اهتماماتي، مثلا أدخل في جروب، مثلا في ناس بتحب تعمل تريكو، أدخل في جروب الناس اللي بتحب تعمل تريكو، أشاركهم وأتفاعل معاهم. بعد كده يكون عندك مهارة إدارة الضغوط، يعني أعرف أتعامل مع مشاكلي. التطوع في أنشطة، حاول تشترك في أنشطة وحاجات أنت بتحبها، زي مثلا السباحة، زي مثلا أنشطة أطلع رحلات في أماكن أثرية. يعني حاول تعمل أي حاجة أنت بتحبها، نشاط أنت بتحبه. بعد كده أعثر على الدعم من خلال المشاركة، يعني أشارك مشكلتي مع أي حد، بس على شرط حد يكون ثقة. يعني اتكلم في حاجة اللي مضايقاني مع حد يكون ثقة، او حاجة انا بفكر عايزة اعملها، تدور على انسان موثوق فيه. اتعلم مهارات جديدة، طور من نفسك باستمرار على طول مهما كان سنك وعمرك. طور من نفسك، ما تقوليش انا كبرت انا خلاص انا مش، لا. اتعلم لغة جديدة، اتعلم حرفة جديدة، اتعلم حاجة جديدة، إيه، ذاكري الحاجات اللي ما كنتيش كملتي دراستك اللي ما كنتيش كملتيها زمان. اعملي اي حاجة بحيث تطوري من نفسك. اعرف اتعامل مع حالتي المزاجية، يعني لما اكون متضايق اعرف اتعامل مع نفسي، لما اكون فرحان اعرف اتعامل مع نفسي. إيه، ما سيبش اي حزن واي حاجة تسيطر عليا. اطلع من المود ده بسرعة، لان الشيطان بيحب يشوف الانسان حزين. في الوقت اللي انت ضعيف فيه وحزين ممكن يغويك، لانه قال ايه ربنا؟ ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الصالحين. فياريت ما تسيبش نفسك للحزن، وحاول تحافظ على صحتك النفسية، لان دي اهم حاجة الانسان محتاجها. مادام صحتك النفسية سليمة، اعرف ان جسدك سليم باذن الله.